وهو من سحاه يعود من نص مشواره، واهل بيته تراقب مجيه وترقب له، يخافون تلتقطه من الجب سياره على ما اعطاه الله من الملح والقبله. نعم يا صديقي، هذا مدغم ابو شيبه قال هذا البيت، واللي يقول اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه واسمها اللي تدرسه في مدرستها. مين يتكهل لنا باسم محبوبه مدغم؟ هذا اللي اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه واسمها اللي تدرسه في مدرستها. هذا لغز يا صديقي، مع انه في ناس كذا تكهنت بالاسم. نعتقد احنا احد يعني ياكد الموضوع انا والاحد هذا لازم نطلع على طريق ابو حدريه. بالمناسبه مبارك لشافع السبيعي زواجه، حضرنا له الله يوفقه ويتمم له الخير في الخفجي. وعديت من طريق ابو حدريه وانا اقلب قصايد مدغم كذا في راسي. لو ما رسمي بعلبه زعفرانه نساه، قستها الايام وخلف الزمانه الغبر. اليوم معنا شاعر غزلي من الطراز الاول، شاعر قصيده تسلل الخواطر العشاق كلهم، لمس جروحهم وعاش قصصهم. شاعرنا اليوم يا جماعه انا اشوفه وجه لعمله الشعر الغزلي. تقول لي ايش الوجه الثاني يا جحب؟ تعتقد اني ابالغ يا صديقي؟ وانا والله اني صادق. انا اعتقد ان الوجه الاخر لعمله الشعر الغزلي حتنصدم. نزار قباني. شفت الفرق هذا؟ وسبب اني اقول لك الاثنين وجهان لعمله واحده. سيبك من مدخل الحمراء وهذا يقول ابو حدريه، الواحد يوظف ثقافته. سيبك من نزار ومن رتابته ولبنان وبغداد وسوريا، كل واحد يوظف بيئته. يعني مثلا مدغم قال لك ابو حدريه لانه هو ابو حدريه وابن رماح وابن المنطقه ذي، ومن الصعب والاجحاف ان نقول على مدغم انه نزاري. انا اعتقد انه مدرسه مثل نزار. سمية الزعفران، هو اللي يقول لو ما قرا اسمي بعلبة زعفران انساه، نستها الايام وخلفها الزمان الغبر. زعفران ابو شيبه هو مو حق مدغم ابو شيبه، هو يقصد ان لو انشغلت في الزمان واخلفك الزمان ان رجاي الوحيد هو الاسم الموجود في علبة الزعفران، واللي يخليك تتذكرين مدغم ابو شيبه. الشركه اللي تسوي الزعفران هذا اسمها ابو شيبه، وعلى امل ان كل ما تيجي تحط زعفران كذا في القهوه وتتقهوى وتروق كذا وتفتكر ولا سج كذا، هو يبغى يكون سجتها وهاجسها في السجه كذا وانت تتقهوي بزعفران ابو شيبه تفتكرين مدغم ابو شيبه. يا الله، يعني كيفك ابو شيبه؟ انا كيفك، حتى لو انه ماني كيفك، بس انا ابغى اعتقد اني انا كيفك ومزاجك.